مايك تايسون ضد جيك باول، نزال أسطوري أم مسرحية مدروسة؟ إذا كنت تبحث عن مثال يوضح غرابة مواجهة الملاكم الأسطوري مايك تايسون وصانع المحتوى الشاب جيك باول، فإليك هذا. في 17 يناير كانون الثاني 1997، بينما كانت عائلة باول تحتفل بولادة طفلها الأشقر جيك في أوهايو، كانت مجلة انترناشنال بوكسينغ دايجست تتساءل: هل انتهى تايسون؟ حينها كان مايك تايسون قد تجاوز أوج عطائه بعد هزيمته أمام إيفاندر هوليفيلد في نزال شهير. ومع ذلك لم تكن مسيرة تايسون قد انتهت كما أثبتت السنوات التالية. اليوم وبعد 27 عاما يقف جيك باول الذي يلقب نفسه بالطفل للمشكلات في مواجهة رجل يزيد عمره ب23 عاما في نزال أثار جدلا واسعا. النزال المنتظر. المباراة التي ستقام في ملعب أتي بدالاس ستكون بنظام احترافي يسجل في أرشيف الملاكمين. ستتألف من جولات مدتها دقيقتان، وسيرتدي المتنافسان قفازات أكبر من المعتاد. المنظمون أكدوا أن هذه التعديلات تهدف إلى توازن النزال وليست مجرد وسيلة للتحايل. ورغم الانتقادات التي اعتبرت المباراة كرنفالا، إلا أن الحدث جذب اهتماما واسعا لدرجة إقناع نتفليكس ببثه مباشرة ل2.80 مليون مشترك. ومن المتوقع أن يشهد حضورا قياسيا داخل الملعب يصل إلى 70,000 متفرج. الجدل حول المباراة. يرى النقاد أن جيك باول المعروف بنزالاته المثيرة للجدل لا يستحق فرصة مواجهة أسطورة بحجم تايسون. فجيك رغم نجاحاته على اليوتيوب يعد مبتدئا في عالم الملاكمة مقارنة بتايسون الذي يملك تاريخا مشرفا. لكن باول رد على هذه الانتقادات قائلا: إذا كان النقاد غاضبين فليوجهوا غضبهم لمايك تايسون، لأنه هو من أراد هذا النزال الاحترافي. هل هو نزال حقيقي؟ في عام 2020 خاض تايسون مباراة استعراضية ضد روي جونز جونيور، ورغم اقترابه من 60 بدا في حالة رائعة. ولكن لا يمكن إنكار أنه لم يخض أي مباراة احترافية منذ عام 2005 حين أعلن اعتزاله بعد خسارته أمام كيف ماكبرايد. من جهة أخرى تعرض جيك باول لاتهامات عدة بأن نزالاته السابقة كانت محسومة. خصومه السابقون كانوا غالبا مقاتلين معتزلين من عالم UFC، واختار هذه المرة مواجهة رجل يكبره بعقود في مباراة تبدو سهلة نسبيا للفوز. الحدث وأبعاده. تم تسويق النزال كجزء من فعالية رياضية ضخمة تشمل مباريات أخرى، أبرزها مواجهة الملاكمتين كاتي تايلور وأماندا سيرانو. لكن الغالبية ترى أن تايسون وجيك باول استحوذ على كل الأضواء. من المثير للدهشة أن تايسون نفسه بدا متحمسا وكأنه في شبابه، حيث صرح قائلا: جيك في ورطة كبيرة. داخل الحلبة تبدأ الحفلة. حقائق عن مايك تايسون. البداية الصعبة. ولد مايك تايسون في 30 يونيو حزيران 1966 في بروكلين بنيويورك، وعاش طفولة مليئة بالصعوبات. ترك المدرسة مبكرا ودخل عالم الجريمة، لكنه تحول لاحقا إلى الملاكمة داخل مركز إصلاحي. أسطورة في عمر صغير. في عام 1986 أصبح أصغر ملاكم يفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل عن عمر 20 عاما. الاعتناق للإسلام. خلال سجنه في التسعينيات اعتنق تايسون الإسلام وغير اسمه إلى مالك عبد العزيز. سجل رائع. يملك تايسون 50 فوزا، منها 44 بالضربة القاضية مقابل 6 هزائم فقط. الحياة بعد الملاكمة. أعلن إفلاسه عام 2003 رغم ثروته الضخمة، واعتزل الملاكمة بعد خسارة مؤلمة عام 2005. الخلاصة: سواء كان نزال تايسون ضد باول مسرحية مدروسة أم مواجهة حقيقية،
لا يمكن إنكار أنه جذب انتباه العالم. وبين أسطورة تطمح للعودة وشاب يسعى لإثبات نفسه، ستظل هذه المباراة واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ الملاكمة.